تخيلوا ليلة العمر اللي كل بنت بتحلم بيها تتحول في ثواني لكابوس مليان رعب وصدمة. أنا قصتي مش مجرد جواز عادي، دي حكاية فيها أسرار، أحداث غريبة، وتحولات عمري ما كنت أتخيلها. قبل ما أبدأ، لو بتحبوا القصص الحقيقية اللي فيها دراما ومفاجآت، اعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان تتابعوا كل جديد. أنا اتجوزت واحد كان صاحب أخويا في الشغل. أخويا شكر فيه جدا وقال إنه مؤدب وابن ناس وسمعته كويسة. أنا لقيته متمسك بيا ومصمم يتجوزني، وأنا ما كنتش مرتبطة بحد فوافقت. سنة الخطوبة عدت حلوة، ما شفتش منه حاجة وحشة. أخلاقه كويسة، مش بخيل، مهتم بيا، والناس كلها كانت بتشكر فيه. لكن قبل الفرح بشهرين ابتديت ألاحظ عليه حاجة غريبة. وشه مرهق، تحت عينه مسود، ساعات بيرجع من الشغل مبهدل هدومه كأنه بيتخانق، وأوقات تليفونه بيرن ويخرج يرد بصوت واطي. كل مرة أسأله مين يقولي الشغل، بس إحساسي كان بيقولي إن في حاجة غلط. الفرح خلص ورجعنا البيت وبدأت الكارثة ليلة الدخلة. لقيته متوتر بطريقة مش طبيعية، عرقان، وشه مصفر، مش مرتاح، وفجأة طلب مني طلب صادم: نامي على بطنك. أنا اتصدمت وسألته ليه. رد عليا وهو مصر: نامي وخلاص. ومن هنا بدأت ألاحظ تصرفات غريبة جدا، يشدني من شعري. كنت مرعوبة، مش فاهمة ايه اللي بيحصل. فضلت أعيط واترعب لحد ما قمت جريت وقفلت على نفسي أوضة تانية، وقضيت الليل كله مرعوبة إنه يقتحم عليا الباب. تاني يوم الصبح لقيته بيكلمني عادي جدا، كأنه ما حصلش أي حاجة امبارح. لما واجهته قال: أنا مش فاكر حاجة. أنا اتصدمت. الغريب الأكبر كان في صاحبه اللي اتصل بيه ونزله وسابني في البيت. كل مرة يرجع من عنده يتصرف تصرفات مجنونة، مرة ماسك إزازة دم، ومرة راجع عليا بشكل مش طبيعي، أحيانا يضحك ضحكة هستيرية. وفي البيت كمان بدأت ألاحظ حاجات غريبة. صحيت من النوم الساعة 3 الفجر، لقيته واقف عند السرير، عينيه مفتوحة، بيتنفس بسرعة، مش بيرد عليا، كأنه في حالة غيبوبة. بعد دقيقة وقع على الأرض وابتدى يصرخ بأصوات غريبة، وبعدها نام كأنه ما حصلش حاجة. مرات تانية لقيته بيكتب ورق غريب مليان رموز وأشكال. لما سألته خبى الورق وقال: دي مجرد شخبطة. ابتديت أشوف لغز صاحبه، كل يوم بالليل بياخده بالساعات، وكل مرة يرجع يتصرف تصرفات غريبة جدا. كنت حاسة إن في سر كبير بينهم، وحاسة إني متجوزة شخص مش طبيعي. بعد 3 أسابيع من الجواز ضغطت عليه، اعترف. قال صاحبه عرفه على نوع مخدرات جديدة، وده اللي بيخليه يعمل حاجات وهو مش فاكرها. بالنهار راجل عادي، بالليل لما سألته سيب صاحبك ده قال مش قادر، ده ماله سيطرة عليا، زي ما يكون بيهددني بحاجة. في يوم وانا بدور في تليفونه لقيت محادثات غريبة بينه وبين صاحبه، رسائل فيها أسماء ناس، أرقام، وكلام غريب زي الليلة هنجرب الطقس الجديد، خلي مراتك تبقى جاهزة، الدم لازم يتقدم. أنا قريت الكلام وقلبي وقع. هل دي مجرد مخدرات ولا في طقوس غريبة ورا الموضوع؟ في ليلة تانية رجع متأخر جدا، عينه حمرة، ايده مجروحة، ريحته غريبة. حاولت أواجهه، فجأة مسكني من رقبتي وابتدى يهمس بكلام مش مفهوم، كان بيقول أسماء ناس وأرقام. أنا اتخضيت ودفعته بعيد، جريت على الأوضة وقفلت على نفسي. والصبح تاني نفس المشهد، أنا مش فاكر حاجة. دلوقتي أنا قدام كارثة، بين خيارين: أفضحه وأقول لأهلي وأخسر حياتي معاه، أو أستحمله وأخاطر حياتي بالكامل. مش فاهمة، هل المشكلة فعلا مخدرات، ولا صاحبه بيعمل طقوس سحر،
ولا أنا عايشة مع شخص عنده مرض نفسي خطير؟ انتوا لو مكاني هتعملوا ايه؟ تستحملوا علشان الحب والذكريات، ولا تهربوا وتنقذوا نفسكم؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتات، ولو القصة شدتكم اعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان توصلكم باقي القصص الحقيقية الصادمة.